في 9 من شهر أكتوبر لعام سنة 2004 كان شاب مراد يقضي يومه مع أسرته في منزلهم الواقع على أطراف العاصمة المغربية الرباط، عندما ظهرت شابة غريبة على باب المنزل وطلبت من أسرته أن تتحدث إليه. تحدث مراد مع تلك الشابة لبضع دقائق، وكان يبدو عليه علامات الارتباك قبل أن يغادر معا في سيارته إلى مكان مجهول. ولم يبين مراد لأسرته من تكون هذه الفتاة أو إلى أي كان متجها برفقتها. لم تكن أسرة مراد تعلم في ذلك الوقت أن هذه هي المرة الأخيرة التي يرون فيها مراد على قيد الحياة، حيث اختفى الشاب في ظروف غامضة بعد تلك الواقعة، ولم يعلم أحد أين توجه بالضبط. وبعد عدة أيام من اختفائه أبلغت عائلته الشرطة. بدأت الشرطة في البحث عن الشاب المختفي، وبعد بضعة أيام تم العثور على جثة الشاب مراد في منزل مهجور يقع في بقعة مقفرة من السكان. وقد كانت الجثة عارية تماما ومقيدة لسرير في الغرفة، وكان من الواضح أن الجاني قام بقطع وريد الضحية بطريقة احترافية. وعلى المرآة الخاصة بتلك الغرفة وجد المحققون إشارة مكتوبة بدم الضحية، وهي 1 من 5. ولم يستطع المحققون تفسير إلى ماذا تشير هذه العبارة، فكيف فقد الشاب مراد حياته بتلك الطريقة البشعة، وإلى ماذا تشير هذه العبارة التي تم العثور عليها على مرآة الغرفة. وهل ستتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الجاني قبل أن يجهز على ضحية أخرى؟ لمعرفة الإجابة على كل هذه الأسئلة تابع المقطع إلى النهاية. بعد يومين تقريبا من اكتشاف جثة مراد، وعندما كان رجال الشرطة لا يزالون منخرطين في البحث عن الجاني، وصلهم خبر يفيد بمقتل شاب آخر يدعى عصام السويدي، والذي فقد حياته في مقهى شعبي جراء تجرعه كمية كبيرة من السم تم وضعها في كوب شاي خاص به. لكن ما لفت نظر المحققين بشكل خاص تجاه هذه الجريمة كان العلامة التي تم تركها على مرآة الحمام الخاص بالمقهى، وهي 2 من 5، والتي توحي بأن الجريمتين كانتا متصلتين ببعضهما البعض. زاد ذلك الاكتشاف من حيرة المحققين الذين باتوا يظنون أنهم يتعاملون مع سفاح مختل يجوب أرجاء العاصمة الرباط لينهي حياة الشباب. قام المحققون باستجواب عدد كبير من الشهود العيان الذين كانوا متواجدين في المقهى أثناء وقوع الحادث، وقد أجمع الشهود على أن كل شيء كان يمر بشكل طبيعي جدا، حتى بدأ عصام فجأة بالصراخ وكان ممسكا ببطنه، وأشار إلى أنه يشعر بألم فجأة. وقبل أن يستطيع أحد تقديم يد العون إليه كانت روح عصام قد خرجت من جسده بالفعل. أثبت تقرير المعمل الجنائي لاحقا أن عصام تعرض لجرعة كبيرة من السم الذي دس له في كوب شاي، ولذلك فقد قام المحققون باستجواب العاملين في المقهى، لكن اتضح في النهاية أن أي منهم لم يكن مسؤولا عن وفاة عصام، وبذلك فقد زاد الأمر تعقيدا. وكان من الواضح أن رجال الشرطة يتعاملون مع قاتل محترف. كثف المحققون من جهودهم لإلقاء القبض على ذلك السفاح قبل أن يضرب من جديد ويوقع ضحية جديدة، لكن يبدو أن السفاح كان أسرع منهم بكثير، حيث سرعان ما ولدهم نبأ بوقوع ضحية جديدة. وكان من الواضح أن السفاح ذاته كان خلف تلك الجريمة. أيضا أبلغ السكان المحليون عن وقوع حريق في سيارة في منطقة الغابات المتاخمة للمدينة، وقد استطاع بعض السكان إخماد الحريق، وسرعان ما اكتشفوا أن شابا
كان داخل السيارة، ولحسن الحظ فقد كان الشاب لا زال على قيد الحياة، وقد تم نقله على الفور إلى أقرب مشفى لإنقاذ حياته. استطاع المحققون تحديد هوية الشاب الذي كان يدعى سمير من خلال أوراق كانت بحوزته والتي نجت من الحريق. فقد لفتت هذه الحادثة انتباه المحققون بشكل خاص عندما لاحظ وجود عبارة 3 من 5 على زجاج السيارة الخلفي، مما يعني أن هذه الجريمة كانت متصلة بالجرائم السابقة. الكل كان ينتظر شفاء سمير كي يساعدهم في الوصول إلى السفاح الذي كان يجوب شوارع العاصمة حرا طليقا ويهدد بوقوع جرائم أخرى، ولكن إصابة سمير كانت بالغة للغاية وقد تعرض لحروق شديدة مما أدى في النهاية إلى وفاته. بعد دخوله المستشفى بيومين انتقل المحققون بعد ذلك للتحري في أمر الضحايا أنفسهم ومحاولة التبين من وجود عامل مشترك يجمع بين الشباب الثلاثة. وسرعان ما اتضح لهم أن الشباب الثلاثة كانوا أصدقاء مقربين، ولذلك فقد قام المحققون باستدعاء عدد من الأصدقاء الشباب الثلاثة ومعارفهم لاستجواب عددا كبيرا من الشباب، وفي كل مرة كانوا يضغطون عليهم بهدف الوصول إلى الدافع الذي دعا الجاني لارتكاب هذه الجريمة. وكان المحققون يصارحون المستجوبين بأن حياتهم كانت في خطر، وأن الإقرار بالحقيقة فقط هو ما سيحميهم من بطش السفاح، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم على الرغم من ذلك. استمر المحققون في استجواب العديد من الشباب حتى استطاعوا في النهاية الوصول إلى ضالتهم، حيث أوضح لهم أحد الشبان الذين خضعوا للاستجواب أنه ربما يعرف السبب الذي جعل السفاح يستهدف أصدقائه. أقر الشاب أمام المحققين أنه والضحايا الثلاث والشاب آخر يدعى خالد المعتوق قاموا قبل فترة باختطاف شابة من أحد شوارع العاصمة الرباط، وذهبوا بها إلى المنزل الذي تم العثور فيه على جثة مراد، وهناك قاموا بحبسها في غرفة التي عثر فيها على الجثة لمدة 3 أيام كاملة. تناوب الشباب الخمسة على الاعتداء جنسيا على الفتاة الشابة، وظلت الفتاة حبيسة تلك الغرفة دون أن تتذوق طعاما أو شرابا، ولذلك فقد كان ذلك الشاب يتوقع أن أحد أقارب تلك الفتاة كان يتبعه هو ورفقائه ويحاول الانتقام منهم. ثم تحفظ على الشاب ووجه له المحققون تهمة الاعتداء الجنسي والاختطاف، وقد بدا لهم أن خالد هو الضحية رقم 4، وكان إنقاذ حياته أولوية بالنسبة إليهم في ذلك الوقت. لكن يبدو أن السفاح كان أسرع منهم بكثير، حيث أنهم عثروا على جثة خالد في سيارته التي كانت مركونة في ساحة انتظار السيارات بأحد النوادي الليلية. وسرعان ما بدأ المحققون في ملاحظة أوجه التشابه بين مصارح الجريمة المختلفة، حيث عثر المحققون على علامة 4 من 5 مكتوبة على زجاج السيارة مع مراد وسمير، فيما كان الضحية قد تعرض للنحر بشفرة حلاقة. بدأ المحققون في العمل على قدم وساق للإيقاع بالمجرم الذي أنهى حياة كل أولئك الشباب. لم يستطيعوا العثور على أي دليل مادي، خصوصا أن تكنولوجيا التحقيق لم تكن متطورة في ذلك الوقت، وأن المحققون لم يكونوا يملكون ما يكفي من الأدوات الحديثة كما هو الحال اليوم.
فضلا عن أن كاميرات المراقبة لم تكن منتشرة في كل مكان، وكان من الصعب عليهم تحديد هوية السفاح بهذه الطريقة. كان المحققون قد بدأوا يسعون من فك طلاسيم هذه الجريمة عندما وصلتهم رسالة نصية من مجهول يدعي أنه كان السفاح الذي فتك بكل أولئك الشباب. لكن أكثر ما أثار اندهاش المحققين هو أن السفاح في الحقيقة لم يكن رجلا، ولم يكن أحد أقارب الفتاة الشابة التي تم الاعتداء عليها، بل كانت هي الفتاة ذاتها. سردت الفتاة في رسالتها قصتها مع الشباب الخمسة منذ البداية، وشرحت كل تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها كي تؤكد للمحققين أنها كانت الفاعلة، حيث أن التفاصيل التي ذكرتها في رسالتها كان من المستحيل أن يعرفها أحد غير الجاني نفسه. وقد أشارت الفتاة في رسالتها إلى أنها لجأت للانتقام بيديها بعد أن خذلتها الإجراءات القانونية، وبعد الإلقاء القبض على الجانية التي تم اكتشاف أن اسمها فاطمة تقطن بمدينة الرباط، وهي أصلها من مدينة وزان، حيث انتقلت إلى مدينة الرباط في منتصف سنة 2004 للعثور على عمل. وانتهى بها الأمر إلى مجاورة أحد شابات بائعة الهوى، حيث أنها تم اختطافها من قبل الأصدقاء الخمسة والذهاب بها إلى ذلك المنزل وربطها والتناوب عليها بالاعتداء جنسيا، إلى أن الشابة أرادت أن تعود لهم والانتقام منهم بعدما هربت منهم في أول مرة، ثم بدأت بالأول والثاني والثالث وثم الرابع. فقد تبقى ذلك الشخص الذي كان في قبضة الشرطة. اترك لنا تعليقا، ماذا ترى فاطمة؟ هل هي مجرمة أم أخذت حقها بيدها فقط؟